بتمرق علينا أيام ما بدنا نطبخ شي معقد، بس بدنا ناكل شي واو. وهون بيجي دور ساندويشات سمك الفيليه المقرمش بتتبيلة غنية مثل تتبيلة كنتاكي، وقرمشة مثل البروستد. ورح نعملهم ساندويشات بخبز طري مع جرجير وصوص الطحينية الطيب. الوصفة مو بس شكلها بيشهي، وطعمها بيروق المزاج. وقبل ما نبلش لا تنسوا تدعموني بلايك للفيديو والصفحة وتعليق حلو مثلكم. عندي هون 3 سمكات فيليه كبار، بنقطعهم بهذا الشكل، عرض كل قطعة تقريبا أصبعين. بنحطهم بصحن كبير وبنضيف عليهم المطيبات. بدنا معلقتين كبار مفرومين من الشبت، معلقة صغيرة توم مهروس، معلقة صغيرة زنجبيل فريش أو باودر، معلقة صغيرة بابريكا، معلقة صغيرة كركم، رشة بصل باودر، رشة توم باودر، معلقة صغيرة كمون، معلقة صغيرة كزبرة باودر، رشة فلفل أسود، رشة ملح، وعصير ليمونة كبيرة. نخلط كل هاي المطيبات مع السمك وبنفركها فيه على الخفيف لحتى ما يتفعص معنا السمك، وبنغطيهم وبنتركهم ساعة بمكان بارد لحتى يتشرب السمك الطعم. هلأ بنحضر الخليط السائل والجاف اللي راح نقلي السمك فيهم. للخليط السائل بدنا كوب طحين، نص كوب مي، بيضتين، رشة توم باودر، رشة بصل باودر، معلقتين صغار بابريكا، نص معلقة صغيرة كزبرة، ربع معلقة صغيرة كمون، رشة ملح. وبنخلط بالوسك لتتجانس كل المكونات، ولازم يكون الخليط ناعم بدون أي تكتلات. وللخليط الجاف بدنا 2 كوب طحين، 4 معالق كبيرة نشا، نص كوب بقسماط، معلقة صغيرة باكنج باودر، رشة ملح، معلقة صغيرة بابريكا، رشة توم باودر، رشة بصل باودر، رشة كمون، ورشة كزبرة. وبنحرك منيح لتختلط كل المكونات سوا. وهلأ بعد ما مرق على السمك ساعة، نرجع بنفركهم بالتتبيلة على الخفيف، وبناخد كل حبة من السمك وبنحطها بالخليط السائل بهذا الشكل، وبنضيف كل الحبات. بنحركهم بالخليط كلهم سوا لحتى تتغلف كل قطعة سمك بالخليط السائل. بعدين بننقلهم على الخليط الجاف، وبرضه بنحط كل الكمية. والتحريك هون رح يكون بس تقليب بهذا الشكل من دون ما نمسك حبات السمك. بنقلب من تحت لفوق وبنستعين بالطحين بهاي المرحلة. بنضلنا نقلب لتتغلف كل الحبات بالطحين، وبيطلع شكل الحبات مثل دجاج كنتاكي. هلأ بناخدهم على القلي بمقلى، بنحط زيت وبنتركه يحمى على نار عالية. بعدين بننزل قطع السمك وبنوطي النار للوسط، وما بنحرك أبدا لحتى تتحمر كل القطع من تحت وتقرمش ويصير لونها ذهبي. بدهم على كل جهة تقريبا من 3 ل4 دقايق. بنطلع قطع السمك من المقلى وبنصفيهم وبننشفهم على ورق المطبخ، وهيك بيكون شكلهم بعد القلي. القرمشة كتير واضحة عليهم، واللون الذهبي بيشهي، مقرمشين من برا وطريين ومستويين تماما من جوا. اللي بشوفهم رح يفكرهم دجاج بروستد مو سمك. ولحتى يطلع طعمهم أطيب بنحضر لهم صوص الطحينية. بدنا 3 معالق كبار طحينية مع عصير ليمون كبيرة ونص كوب مي. بنحرك وبنضيف المي بالتدريج لنوصل للقوام اللي بدنا إياه. فينا ناكلهم مثل ما هم أو نعملهم ساندويشات. بخبز طري بنحط شوية جرجير وحبة السمك مع رشة صوص طحينية. هالسندويشات عن جد بتستحق تدخل قائمة الوجبات المعتمدة بالبيت. جربوها وقولوا لي رأيكم، وبتحبوها مع صوص الترتار ولا بتحبوا تضيفوا لمستكم الخاصة؟ اكتبوا لي بالكومنتات وشاركوني صور ساندويشاتكم لو جربتوها. وصحتين وهنا.